بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا باحلى مشاهدين في الدنيا. انا فادية قاسم هقدم لكم طريقه روعه لعمل الانشوجه. هتعملي الانشوجه في البيت. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالاعجاب والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس عشان يوصل لكم الفيديوهات الجديده. شايفين بقى الانشوجه وجمالها، ما اقول لكمش طلعت روعه وجميله قد ايه. اقول لكم الطريقه سهله جدا مش هتاخد معاكم وقت. انا هنا جايبه كيلو سردين، زي ما انتم شايفين كده بالواحده، منقياه بالواحده طازه وبيلمع. شايفين عينيه صاحيه كده، ريحته ما اقولكمش على جماله، كان ريحته جميله قد ايه. جبت المقص قصيته من الجناب كده، تقصي جزء كده من الجنب، مش تفتحيه لا تقصيه. زي ما انت شايفه كده بقص الجزء اللي بيبقى فيه الشوك الرفيع كده والقشر بقصه خالص. وتحت ميه جاريه بقى بتفضلي تنضفي في بطنه، تطلعي المصارين بتاعته وتسيبي طبعا اي بطروخ تلاقيه بتسيبيه جوه السردينه زي ما هي. هننضف الكميه كلها زي ما انت شايفه كده، بطلع المصارين وبتسيبي اي بطروخ بتلاقيه جوه بتسيبيه جواه. هننضف الكمية كلها وبعدين هنبدأ طبعا بعد ما تصفيه كويس جدا من المية هنبدأ نملحه. أنا جايبة هنا نص كوباية ملح خشن ومعلقتين شطة ونص معلقة سكر. السكر بيخليه يتملح بسرعة، وفي نفس الوقت ما يعملش ريحة، أي ريحة كريهة في السردين. هنرص السردين بتاعي كده خلف خلاف، واحدة من هنا وواحدة من هنا زي ما انتم شايفين كده. هترصي الكمية بتاعتك، كل ما تعملي صف ترشي حبة الملح بالشطة بالسكر اللي احنا عملناه، الخلطة اللي احنا عملناها كده، ترشي شوية وتحطي طبقة من طبقات السردين. واحدة واحدة كده ترشي وتحطي طبقة. المهم تعملي الكمية كلها، واخر الكمية واخر صف بتحطي بقية الملح بتاعك. ما تخافيش، حطي ملح وفي الاخر هيبقى طعمه في منتهى الروعة. انا هنا بعد ما قعد 3 ايام. طبعا تقلبيه من تحت لفوق، العلبة تقلبيها كل يوم، تقلبيها الصبح وتقلبيها بالليل عشان يتملح كله ويبقى كله متملح بدرجة واحدة. بعد ما بيتملح بتطلعيه طبعا من العلبة بتاعتك وبتقطعي الروس والديل بتاعك. كل الروس والديل بتقطعيهم زي ما انت شايفة كده، مخليتش ولا راس ولا ديل. احنا مش عايزين انشوجة يبقى فيها لا شوك ولا فيها قشر، تبقى نظيفة كده زي العلب اللي احنا بناكلوها. بتجيبي العلبة بتبصي تلاقي العلبة نظيفة ما فيهاش لا قشرة بقى ولا شوكة ولا اي حاجة. هتحطي تحت مية جارية برضو تنضفيه من القشر بتاعه خالص بايديكي كده، مش بالسكينة عشان ما يتهرش منك، لان ده طبعا متملح فبيبقى مهري، يعني بيبقى طري جدا. وبايدك برضو مش بسكينة ولا حاجة، كده بايديكي بتفتحي السردينة بتاعتك، شايفين البطاريخ، وبتطلعي الشوكة بتاع الظهر بتاعه. شايفين بيتفتح كده، لونه ما اقولكمش على جماله. ملحه كمان بقى موزون جدا، بعد ما غسلته طلع كل الاملاح الزياده. تاكلي بقى منه في صباح في ليل في نهار في ليل، بيبقى طعمه في منتهى الجمال، ما يعملش معاكي اي مشاكل. بتفتحي بايديكي كده واحده واحده وبتطلعي زي ما بقولك الشوكه بتاعه البطن بتاعه الظهر دي، بتشيليها خالص بحيث يبقى نضيف خالص، لا بقى فيه شوك ولا قشر ولا اي حاجه، زي الانشوجه الجاهزه بالظبط. هنعمل الكميه بتاعتنا، وزي ما قلت لكم ده ما بيقعدش اكتر من 3 ايام في التمليح. 3 ايام بتقلبي العلبه بتاعتك، تجيبيها من تحت لفوق كده، كل يوم تقلبي العلبه، تقلبيها على الوش ده وبعدين تقلبيها على الوش ده كل 12 ساعه مده 3 ايام. ما تزيديش عن ال3 ايام، لان لو زدتي عن ال3 ايام في الجو الحر ده هيقلب معاكي ويعمل ريحه مش لطيفه. هنا اقصى حاجه تعمليها ال3 ايام بيطلع معاكي مظبوط جدا. بتطلع الانشوجه ماسكه نفسها كده، بتاكليها في منتهى الروعه. طبعا هنعمل الكميه بتاعتنا كلها، مش هسيب ولا واحده، زي ما انتم شايفين كده كله كله بطاريخ، طلع بطاريخ، كله بطاريخ وطازه في منتهى الجمال. طبعا الايام دي السردين كتير قوي في الاسواق، يعني ده وقته انك ممكن تملحي فيه. شايفين اللون بقى وجماله. هنعمل الكمية كلها. بعد ما خلصت الكمية كلها شايفين بقى لونه، وما اقولكمش بقى طعمه في منتهى الجمال، وكمان لما غسلته من الملح
تاكليه، تعمليه بقى في ساندوتش بقى ليل نهار، تاكلي منه في اي وقت. هنحط في العلبة بتاعتي، علبة تلاجة، اي علبة عندك، تحطيها كده وترصيه كله على بعض الكمية كلها. ده بيبقى عندك بقى جاهز في اي وقت ممكن تاكلي منه. مفهوش زفارة بقى، لا فيه ريحة زفارة، طعمه في منتهى الروعة. حقيقي هتدعيلي بعد ما هتاكليه. بعد ما حطيتي الكمية كلها لازم تغطي الكمية بتاعتك بالزيت. يعني انا هنا ازازة الزيت كان فيها جزء وخلاص، كملت الكمية التانية، غطيته خالص بالزيت زي ما انت شايفة كده، وغطيته. هنحطه في التلاجة وتاكلي منه زي ما بقولك في اي وقت، هتلاقيه جاهز. والف هنا وصحة. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في الشير والاشتراك.